أهلا بكم في يوميات منى حمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل أكتر وصفة بتطلب في الصيف، الكريب. أول حاجة هنجهز العجينة بتاعتنا. هنعمله بيضة واحدة بس. هنحط البيضة ونحط لها رشة فلفل أسود. طبعا ده كريب مالح بنحط له فلفل أسود، لو كريب حلو بنحط له فانيليا. بعد ما بنحط البيضة حطيت معلقتين سكر ورشة ملح، وبعد كده هنحط السوائل. الكريب 3 كوبايات سوائل، 3 كوبايات دقيق. طيب، انا هنا حطيت اللبن وهضربه من مضرب عشان اضرب البيضة معاه عشان ما يعملش تكتلات. ما عندكيش لبن ما مش مشكلة، حطي مية، بس هتحطي 3 كوبايات مية 3 كوبايات لبن. انا حطيت هنا اللبن، وبعدين كملت كوبايتين مية، وبعدين هحط 3 كوبايات دقيق. هو الكريب كده بالظبط. طيب حسيت ان هو تقيل شوية او خفيف شوية، هتزودي بقى. يعني مثلا لو حسيت انه خفيف ممكن تزودي معلقتين دقيق، بس هو جه مظبوط معايا كده. 3 كوبايات سوائل قصادها 3 كوبايات دقيق، وبحط له رشة بيكنج باودر عشان يبقى ايه، مش مكتوم يعني. وبعد كده بنضربه بالمضرب. ممكن تضربيه في الخلاط وممكن تضربيه بالمضرب العادي، بس لو ضربتيه بالمضرب العادي هتحتاجي ان انت تصفيه. فانا ضربته بالمضرب او ايه، بالخلاط. بنضرب بقى كويس الكريب، اللي هي عجينة خفيفة قوي ولا تقيلة قوي. بنعرف بقى ازاي ان هي كويسة. على المعلقة كده بنعمل خط كده، لو السوائل ما تدخلتش مع بعض يبقى هي كده ايه، مظبوطة. الكريب نغطيه ساعة او نعمله قبلها بيوم، بتبقى نتيجته حلوة جدا. انا سبته ساعة واحدة. بعد ما بنسيبه ساعة، لو حسيت ان هو تقيل عن الاول ممكن تزوديه فنجان مية صغير وتقلبيه كويس. وبعد كده بنحط بقى الطاسة على النار، حطت لها الزيت. يعني بين كل كريباية واحدة بحط زيت. فانا حطيت بقى الزيت، وبعدين حطيت ايه اول واحدة. طبعا اول واحدة معروف انها مش بتظبط يعني، بس يعني ها ظبطت برضو معايا. بنختبر بقى، نشوف الطاسة، نشوف الكريب تقيل خفيف كده يعني. فدي اول واحدة، دي انا عملتها اهي. وبعد كده بنقلبها على الناحية التانية. طبعا الكريب غالي يعني. شوفوا الكريبية دلوقتي لما نشتريها تبقى بكام، وهو سهل جدا والله ان احنا نعمله في البيت ومش مكلف. هنعمل بقى واحدة كمان برضو. ما بين كل واحدة واحدة بنديلها مسحة زيت. ادي التانية اهي، زي ما انتوا شايفين بقى كده. بعملها كده من على الطروف، وشوفوا بقى عشان هو مرتاح هتلاقي حس ان هو بيقب كده. هنا انا كان عندي صدر فرخة بايت من امبارح، انا قطعته وحطيت له بصل وطماطم وفلفل. وكان عندي كابوتشو وحمرت لهم بطاطس. نيجي بقى نعمل الكريبايه ازاي، زي السندوتش، او ممكن تتنيه. يعني تتنيه الاتنين على بعض وتعملهم قصاد بعض كده. انا عملتها زي السندوتش. من النص كده بالسكينة قطعت وحطيت له كاتشب مايونيز. ممكن تحطي تومية، اي حاجة يعني. وبعدين حطيت من صدر الفرخة اللي انا كان باقي عندي من امبارح ده، انا عملته اي حاجة بقى. الكريب بتحشيه اي حاجة، وبطاطس وكابوتشو، وخلاص على كده. بروح بقى تانية بقى كده زي ما انتوا شايفين. بعد بقى ما بعمله كده بحطه تاني في الطاسة. يعني ايه، ابصمه يعني من على الناحيتين كده. بقى ايه، عامل يعني ايه زي الساندوتش. هنعمل واحدة كمان. بالسكينة او ممكن بالمقص على فكرة. من الجنب كده، واحط له كابوتش بتاع كاتشب ومايونيز. واحط له بقى ايه بطاطس والفراخ والكابوتش. واديني حطيت الفراخ اهي. وعملت الساندوتش. يو نسيت الكابوتشو.
اشوف رجعت تاني اهو. ادي الكاوتش اهو حطيته بس بقى كده، وبحطه في الطاسة بصمه من ناحيتين. بالشكل ده كده جميل جدا وحلو، والاطفال بتحبه. يا رب تكون عجبتكم الطريقة، متنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو.